في يوم الأجازة الابن ده قرر إن هو يزور والدته. الأم عايشة مع بنتها وجوز بنتها. أول ما وصل البيت كانت والدته وحشاه جدا، بقى ينادي عليها ويدور عليها في كل مكان. جوز أخته اتعصب عليه وقال له: إيه الدوشة اللي أنت عاملها دي؟ قال له: فين أمي؟ قال له: والدتك خرجت راحت مشوار وجاية بعد شوية، أقول لك اطلع استناها بره. وطرده بره البيت. الابن ده علشان غلبان وكمان ظروفه على قد حاله، قعد يستنى والدته قدام البيت ساعة واتنين وتلاتة والأم ما رجعتش. ولحسن حظه إن أخوه الغني كان جاي يزور والدته في نفس اليوم. أول ما شاف أخوه قال له: أنت قاعد كده ليه؟ حكى له كل اللي حصل. قال له: إزاي الكلام ده؟ أمي فين؟ فوقف قدام الباب ينادي عليها. جوز أخته أول ما شافه قال له: والدتك طلعت رحلة يومين وهترجع. قال له: طيب أنا هكلم ماما واطمن عليها. قال له: هتكلمها فين؟ هي ما معهاش تليفون. قال له: ازاي؟ انا شاري لها تليفون. قال له: ما هي سابته هنا واديتهوني علشان ما بتعرفش تستخدمه. قال له: انا شاكك في الموضوع وحاسس ان في حاجه غلط. قال له: طيب على العموم انا مركب كاميرات مراقبه هنا في البيت علشان ابقى اطمن على امي اول باول. بص في الكاميرا لقى مفاجاه، البنت وجوزها بيطردوا والدته. اول ما شاف كده قال له جوز اخته: امي لازم ترجع دلوقتي وتتصرف وتجيبها، يا اما انت عارف اللي هيحصل لك ايه. يا ترى الام راحت فين؟ ده هنعرفه في الجزء التاني. بس قبل كل ده عاوزه اعرف، لو انت مكان الابن ده وحصل ده من جوز اختك هتعمل ايه؟ منتظره ردكم في التعليقات، وصلوا على النبي.